ازيكم يا حبوباتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده الفيديو المنتظر اوكي لترتيب البوفيه وترتيب النيش. تمام. الفيديو ده لاي واحده بتحب التنظيف والتنظيم وتغير كده من الديكور بتاعها، فالفيديو ده ليكي. اوكي، انتوا حضروا بقى مشروبكم المفضل واقعدوا اتفرجوا على الفيديو، وخلوا جنبيكم نوت عشان تكتبوا الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها او استفدتوها من الفيديو. اوكي، خدكم جوله كده في شكل النيش والبوفيه والسفره. عايزه اقول لكم ان انا اصلا ما كنتش هعمل نيش، لان انا مش بحب فكره ان انا احط الحاجه في النيش وما استخدمهاش، ولكن عملت النيش ده مثلا قبل الفرح ب5 ايام حاجه كده. خدت القرار اللي هو لا، انا عايزه نيش، بس اخترت ان هو يبقى شكله شيك وهادي ومش دولاب كده في الشقه. يعني حاسه ان هو دمه تقيل، فاهمين؟ بس فيلا بينا على الفيديو. ويا هلا وغلا على حبوباتي. ابتدينا بالبوفيه. بصوا، انا اول حاجه عملتها ان انا طلعت كل اللي في الدرج، اوكي، وبعدين انضفه كويس واعقمه، وبعد كده بقى اشوف ايه هرتب الدنيا ازاي. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه. اي حاجه ليها علاقه بالاكل، بالاطباق، بالمطبخ، بالسفره، يا ريت ان انتوا ما تجيبوش منظفات جاهزه. يعني المنظف ده انا عاملاه في البيت، بينظف حلو قوي، ريحته حلوه، وفي نفس الوقت ما يكونش مضر على الاكل. في حاجات بجد انتوا ممكن ما تاخدوش بالكم منها، بس هي بتضرنا وبتضر صحه اولادنا، فاهمين؟ يعني ده بريل وخل وميه بس، واي زيت عطري عندك، اي زيت عطري، حرفيا كلها حاجات طبيعيه. وعلى الاقل يعني مش هقول لكم البريل ده طبيعي، بس بنغسل بيه الاطباق، ده اقل حاجه. والخل الحمد لله بينظف كويس وبيعقم. يعني ده افضل حاجه بستخدمها في تنظيف السفره عندي او رخامه المطبخ. وبعد كده بقى بدات ارص كده الحاجات. وعايزه اقول لكم يعني فايده ان انتوا كل فتره تنظموا وتعيدوا الترتيب تاني، وان انتوا يبقى جنبكم نوت زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ان انتوا تبقوا عارفين بجد انتوا محتاجين ايه. يعني كلنا بنروح النزهه بننبهر، يعني ايه الاشكال التحفه دي، ايه المنظمات الخطيره دي، فمش بتبقي عارفه انت هي عجباكي اوكي، بس انت هتجيبيها تعملي بيها ايه. ففايده اللي احنا بنعمله ده ان انتي بجد بتكتبي الحاجة اللي انتي فعلا محتاجاها. بصراحة حسيت ان انا محتاجة اجيب سبوتات كده احط لكم صورها، سواء ليها او للنيش. حسيت كده ان انا عايزة اما افتح ابقى شايفة اضاءة جوه، فاهمين؟ دي نقطة. النقطة التانية، حسيت ان انا محتاجة المنظمات اللي هي بتوقف الاطباق او فاهمين، الكوبايات، الحاجات دي. حسيت ان انا محتاجاها جدا، فدي من ضمن الحاجات اللي انا كتبتها برضو. بس ما حسيتش ان انا محتاجة اكتر من كده. مش بحب المفارش جوه البوفيه، واكتر حاجة عجباني بجد ان هو من جوه شكله خشبي ما شاء الله. فما حسيتش خالص من اول ما عملته ان انا محتاجة اي مفروشات من جوه. وعايزه اقول لكم برده نيش ما كنتش حاطه له مفروشات، ولكن ربنا يبارك لها اللي بتساعدني في البيت، هي بصراحه اللي عملت الموضوع ده ورتبته لي زي ما انتم ما شايفين. فكان شكله حلو، بس انا هشيله دلوقتي. المهم بصوا النيش شكله بسيط، مرفوع من الارض، وبجد شكله شيك قوي. يعني انا بقى عايزه اشيل ده، والحاجات اللي هي مقفولة دي انا بستخدمها اوريدي على طول، فعشان كده هي نظيفة مش هتحتاج مني حاجة. بس الحاجات اللي هي الحاجات المكشوفة واللي هي يعني مرصوصة بشكل معين، هي اللي بقلل الاستخدام معاها، فهطلعها واغسلها. المفارش دي هشيلها، يعني اوقات بحطهم بيها واوقات بحطهم من غيرها. فيلا بينا. بصوا ده كان اول رف، يعني انا بجد ما احتاجتش فيه اي مجهود. كان يعني حاجات تبع رمضان، او مثلا كذا بولة شكلها مختلف، وكمان كنت عاملة رف للبخور. بعد كده دخلت بقى على الارفف التانية.
زي ما قلت لكم ان هطلع كل حاجه، وطبعا بما ان هي كان شكلها حلو بس انا ما نظمتهاش بقالي كذا شهر، فلازم كنت اطلعها واغسلها وانشفها وبعدين ارجع ارصها من تاني. وطبعا المفارش دي خدتها، واصلا كانت مناديل عندي للسفره، بس احنا يعني عاده بنستخدم المناديل اللي هي ايه يعني بتترمي، مش بيعاد استخدامها. انتي لو بتجيبي مفارش للسفرة ما رشحلكيش خالص اللون الابيض بجد، يعني هيبقع منك، فخليكي في اي لون تاني. وياريت تكونوا مش من انصار الناس اللي هي بتقول لا انا النيش حاجته هتفضل زي ما هي، انا مش هاجي جنبها والكلام ده. انا بستخدم جزء منها وجزء تاني ممكن بقلل الاستخدام منه شوية. فلا انا من اول ما اتجوزت وانا بحب اتبسط بحاجتي الحمد لله، وبحب استخدمها. ويا جماعه احنا هنعيش كم مره يعني، انت هتحتفظي بيهم كده كده، الحاجه بيبقى ليها عمر. فانت مهما عملتي هي ليها عمر على فكره، هتخلص وهتتكسر في الوقت حتى لو انت بتنضفي فيه. يعني مش هتتكسر مثلا وانت بس بتاكلي او بتشربي فيها، لا ممكن تتكسر وانت بتنضفي، زي اللي حصل على فكره النهارده وانا بنضف. للاسف اتكسرت يا جماعه الغطا بتاع البوله بتاعه الشوربه. بجد زعلت قوي، زعلت قوي لان انا بحبها بجد، فزعلت. بس يا جماعه دخلنا على اخر جزء في النيش. عايزه اقول لكم في طاقه ايجابيه كده ما شاء الله في المكان، وانتي بتغسلي الحاجة وانتي بتجدديها وانتي بتغيري مكانها وانتي بتغيري شكل الديكور بتاعها. وتعقيبي الوحيد على النيش ان هو محتاج سبوتات. هو اوريدي الراجل كان حاطط زي مكان كده للاضاءة، بس عارفين الاضاءة اللي هي الطويلة، وحتى يعني عامل مكانها، بس انا مش عايزة كده فما جبتش الاضاءة اللي هو قال عليها، وقلت لا بعد كده بجيب سبوتات. والحمد لله الواحد مش بيفتكر غير لما بيعيد ترتيب الحاجة تاني ويرتبها تاني بنفسه، مش بقى حد بيساعده، لا هو بنفسه. فان شاء الله هجيب السبوتات، حتى هيبقى شكلها شيك جدا واضاءتها كده يعني تكون لذيذة، لكل لونها مثلا اصفر وتكون اضاءتها مش قوية بس. ومش حاسه ان انا عايزه احط مفرش، انا مش دايما بحط مفرش، فحاسه ان انا عايزه اسيبه بس كده واستنى الاضاءه وخلاص. بس يا جماعه وترتيب سريع وبسيط، وتحسوا كده الحاجات بتلمع ما شاء الله، فاحساس حلو كده في المكان. وكمان بتبقي عارفه انتي محتاجه ايه للمطبخ، للتقديمات، حاجات كتير قوي، خصوصا يعني لما بيكون رمضان قرب بتبقي بقى محتاجة تعرفي الكلام ده اكتر. المهم ده شكل البوفيه، وبس دي شيال اوكي بسيبها على البوفيه، وبسيب برضو الصينيه دي عشان لو انا هحط حلويات او هحط حاجه مش بس للضيوف، سواء ليكي للبيت لعيلتك جايين معزومين، فيبقى في حاجه جاهزه اوريدي مش لسه هتطلعيها. وده برضو شكل السفره في نفس التجزيعات. بالمناسبه التجزيعات حلوه بس متعبه في التنظيف. بس كده حلوين يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا استفدتوا بالفيديو اكتبوا لي تحت، ولو عندكم راي كده في الديكور يا ريت تكتبوا لي، وقولوا لي لو انتوا عايزين نعمل سلسله تجهيزات العروسه ان شاء الله نعملها سوا، فاكتبوا لي في الكومنت. واستنوا الحلقه الجايه عشان هتكون ليها علاقه بقى بترتيبات المطبخ. وفي الحقيقه ان المطبخ عندي هو اكتر مكان انا في تجهيزاتي تعبت فيه جدا، ورحت لكذا نجار عشان كنت عايزه استغل كل جزء في المطبخ، ولله الحمد ده حصل فعلا. ومبسوطه قوي ان انا كل حاجه حطلها مكان. وحاليا يعني غالبا كل الناس دلوقتي بدأت تفكر في نفس الموضوع، ولكن شوفوا انا من كام سنة تعبت قد ايه ان انا ادخل على النت واجيب صور واحط لا ده الشكل بتاع الطاسات، لا ده للحلل. دلوقتي بقى فيه اوريدي اكسسوارز يعني ممكن تساعد اي نجار ان هو يقدر يعمل لكم الكلام ده، انما وقتها كان بجد مش كتير قوي اللي بيعمل الحاجات دي. فاستنوا الحلقة الجاية عشان هي خطيرة. بس كده واشوفكم على خير، سلام.